مساء الخير. تعالوا نعمل مع بعض تورته. تورته لعيد ميلاد ولد، او تقدري تعمليها لعميل ان انتي تعملي شغل اونلاين. هتعجبك جدا التورته، حلوه جدا بسيطه. لو انتي مبتدئه اول مره في حياتك تعملي، هتعمليها بمنتهى السهوله، ما فيهاش اي تعقيد خالص، ما فيهاش اي ادوات صعبه جدا خالص. هنعملها بمنتهى البساطه. ولو اول مرة تشوفيني، انا اسمي مادونا. ما تنسيش تشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو، واعملي متابعة على البيج بتاع الفيسبوك. ويلا نشوف الخطوات معانا. ده نص كيلو دقيق سبونج. بجيبه من عند محل خامات الحلويات. طب النص كيلو بياخد قد ايه بيض؟ انا بزود عليه 6 بيضات حجمهم حلو. تمام. ونص كوباية مية ورشة فانيليا. ممكن تزودي اضافة معلقة محسن جل زي اللي انا زودتها دي، مش اساس يعني. لو مش موجود متوفر عندك تمام، مش لازم، لكن انا بحب ازود كده معلقة، بتزود في الارتفاع اكتر. طيب احنا بنزود كل الخليط مع بعضه ونبتدي نضربه بقى، يا في العجان يا اما بالمضرب الكهرباء. طيب حد يقول لي انا ما عنديش غير خلاط؟ للاسف الطريقه دي او الدقيق ده لازم يا عجان يا خلاط، مش هينفع معانا. يا عجاني يا مضرب كهرباء، بعتذر، مش هينفع معانا خلاط. بفضل اضرب حوالي 8 9 دقايق لحد ما الخليط هيتضاعف ولونه هيفتح وكميته هتزيد. طيب النص كيلو بيجي في صينيه قد ايه؟ في صينية 24 مرتفعة، شوفوا السور بتاعها عالي ازاي، او صينية 26 يكون ارتفاعها قليل شوية، فعلى حسب اللي موجود عندك هيجي. تمام. شوفوا ضربتوا الكمية بقت قد ايه. بدي تقليبة بالسباتيولا عشان لو في حاجة من الدقيق مركنة تحت كده، لا نبقى قلبناها. قطعت ورقة الزبدة زي ما انتوا شفتوا طريقة قطعها ازاي. طبقتها كتير وقطعتها على حجم الصينية. وبشيل بس ورقة الزبدة، بدي كده دهنة ايه فتفوتة كده، بلزق ورقة الزبدة في الصينية. وبعدين بصب بقى الخليط كله في الصينية معايا. وطبعا انا من بداية ما بدأت اشتغل مشغلة الفرن على 180 عشان يوصل للحرارة اللي احنا محتاجينها. ببتدي بقى احط الخليط في الصينية. طب لو اي تلطشة كده جت من الكيك لازم نمسحها عشان دي هتعمل حرق في الفرن. تمام. وادي خبطتين وادخل الصينية. بتاخد قد ايه دي؟ بتاخد حوالي 45 50 دقيقة، ممكن 55 دقيقة كمان عشان هي مرتفعة. تمام. بعد ما بطفي عليها بتأكد ان هي استوت بخلة، بطفي عليها واسيبها في الفرن شوية لحد ما تهدى، وارجع اطلع الصينية بسيبها تهدى. ولما تبرد بطلعها زي ما شفتوا كده، وحطيتها في كيس وببيتها في التلاجة لتاني يوم. احنا هنا بقى دلوقتي ده تاني يوم. تمام. ببتدي بقى اجهز الكريمة. زودت كوبايتين الا ربع مية متلجة ونص كوباية سكر. سكر حبيبات مش سكر بودرة. وضربتهم لحد ما السكر داب بنسبة 50%. وبعدين نزلت بكوباية ونص كريمة خام ومعلقتين باستري كريم. ايه الباستري كريم ده؟ بيتباع برضو عند محلات خامات الحلويات، بيعلي التست وكده والطعم. طبعا انتي برضو لو الكريمة اول مرة تستخدميها زودي المية على قد الكريمة ونشوف كده هتحتاج تاني ولا لا. انا عايزة اقولكم ان الكريمة احتاجت تاني شوية مية، حسيتها تقيلة قوي، زودت كده حوالي ربع كوباية مية كمان. فعلى حسب النوع اللي انتي بتستخدميه وعارفاه. ببتدي كده بقى خلاص هطلع التورته كده عشان اجلسها. دي صينية عادي ازاز عندي، او عايزة تجيبي القاعدة الكرتون من محلات برضو بتاع ادوات الحلويات اللي انتي عايزاه. انا حاجة عاملاها للبيت عندي فعملتها على القاعدة الازاز دي. جبت المنشار. لو انتي ناوية تعملي تورت لولادك دايما ومناسباتك في البيت، او هتعملي مشروع حلويات، هاتي المنشار ده هيعيش عندك سنين. وحقيقي تكلفته مش لا تذكر، بس سهل جدا عن السكينة وبيقطع بسهولة. لو ما عندكيش، انا عملت في فيديوهات قبل كده قطعت بالسكينة الكبيرة. تمام. فزي ما انتوا تحبوا. الكيك بقى ده اللي هو مقاس 24 عمل معانا 4 شرايح. انا مش هعمل التورته غير ب3، لان هتبقى ارتفاعها بالنسبه لي مناسب. عايزه تعملي بال4 اعملي. شايفين بقى مسام الكيك حلوه ازاي؟ دي حرف الكيكه اتقطعت مني بالسباتيولا من غير قصد، بس مفيش اي مشكله، هنلزقها في بعض.
انا طبقت بقى كده القطعة، هبقى اعملها استخدمها في كبات او في اي حاجة. وانا بضرب الكريمة رحت مزودة كده معلقة اللي هي بديل النوتيلا مع نص كوباية مية، ودوبتها وبسقي بيها الكيك. زودت كده نقطتين كريمة على القاعدة الكرتون او الازاز اللي معانا، ونلزق عليها كده قطعة الكيك، شريحة الكيك يعني. وبعدين نسقي كده بالفرشة السيليكون. وزودنا كده كريمة على قد ما بنحتاج او ما بنحب، يعني عايزينها كمية كريمة كبيرة قوي زي المحلات تمام، عايزينها قليلة قوي تمام، وسط تمام. انا حطيت الكمية الوسط. ودي بديل النوتيلا، خدت معلقتين بديل نوتيلا مع معلقتين زيت كده، وفكيتها كده عشان تبقى سايلة زي ما انتوا شايفين. زودت كده خيوط من بديل النوتيلا مع شوية شوكولات شيبس او بندق بقى متكسر، اي حاجة اللي انتوا حابينها. وحطيتها كده عشان تبقى بين الطبقات. بس لازم اعمل الخطوة اللي بعملها دي، بدخلهم كده في بعض عشان الكيك ما يعزلش من بعضه. تمام. جبت الطبقة التانية، وبرضو الحتة المقطوعة عادي لزقتها الكريمة، هتلزقهم في بعض. وبرضو بسقي بالخليط المية مع البديل النوتيلا اللي احنا عملناه، عشان الكيك كده يبقى طري معانا وجوسي كده وشارب من بعضه. برضو هنزود الكريمة. خلوا بالكم الاسباتيولا اللي تحطيها في الكريمة كلها غير الاسباتيولا اللي تعملي بيها، علشان ما ناخدش من فتافيت الكيك وننزل على الكريمة الكتيرة دي معانا ونبهدلها معانا. فنستخدم دي حاجة ودي حاجة لوحدها علشان ما نبهدلش الدنيا، ونخلي الكريمة كده نضيفة بتاعتنا وتبقى من غير اي فتافيت خالص. برضو هنا زودت كده خطوط من اللي هي بتاعت البديل النوتيلا، وبدأت كده اسيحها زي ما قلتلك، عايزة كريسبي، شوكولات شيبس، مكسرات، فول سوداني، زبيب، اي حاجة بتحبي نكهتها في وسط الكيك زوديها، فواكه مجففة، اي حاجة. وجبت اخر قطعة من الكيك. خلوا بالكم القطعة دي اللي كانت في الصينية من تحت خالص، احنا قلبناها وخليناها فوق خالص. ليه؟ عشان تخللنا شكل التورتة كده متساوي وحلو. بدأت كده اجيب شوية من الكريمة، شوية كده قليلين، هعمل طبقة قليلة قوي. طيب ده حاجة اسمها بنجلس، بس كده انا بلم الفتافيت. في قبل كده عملت تورت كتير، كنت بعمل التجليس على مرة واحدة، بحط الكريمة في قلب الكيس واوزعها بالكيس. طب دي بقى طريقة تانية علشان تعملي الطريقة اللي تريحك. بحط كده شوية صغيرين بلم بيها الفتافيت بتاعة الكريمة اهو، زي ما انتوا شايفين كده لمت الدنيا خالص. وابتدي اسويها كده وانعمها على بسيط، وبشيلها في التلاجة كده ساعة ولا حاجة عشان تشد. وارجع بقى باقي الكريمة، انا عايزاها بقى هعملها ملونة، اي لون بقى انا عايزاه. دي الوان جل بتتباع عند محلات خامات الحلويات، اعتقد الازازة ممكن دلوقتي تعملها في حدود 20 جنيه. بتقعد كتير جدا جدا عندك. بتبتدي تزودي في اللون لحد ما يديك الدرجة اللي انت عايزاها. والالوان الجل مش بتغير في الطعم خالص، لكن الالوان البودر بتدي ملوحة شوية وبتغير في الطعم، فالافضل هاتي الجل. جبت كيس بقى حلواني او كيس سندوتشات اللي انت عايزاه، وبدات اوزع الكريمه بالطريقه اللي كنت قلتلكم عليها، ان انا ممكن من البدايه خالص اعمل الخطوه دي على طول. فزي ما انتوا حابين، انا عملت الاختيار ده والاختيار ده واللي انتوا عايزينه. ببتدي بقى اوزع الكريمه كده على التورته كلها بالتساوي. الكيس بيخلي ان الدنيا تبقى سهله معايا، ان انا اعرف اوزعها على التورته كلها بالتساوي. تمام. ودي بقى الكريمه برضو بزود على الوش كده، وابتدي بقى بسباتيولا زي اللي في ايدي دي، سكرابر قصدي، زي اللي في ايدي ده من عند محلات خامات الحلويات او ادوات الحلويات بجيبه. طيب انا ما عنديش سكرابر، بشتري مسطرة واغسلها كويس واشيلها في الدرج في المطبخ، دي تبقى مخصصة للحلويات. ممكن طبق الفل كده بقصه بالطول، وابتدي اساوي بالجوانب كده بيه. عندك اختيارات كتير. ببتدي واحدة واحدة كده اساوي التورتة من الجوانب ومن سطحها، وامسح الزيادة، وشوية بقى كده كمان. ونغسل السكرابر ده بمية سخنة او ننزله في مية سخنة، ونبتدي ننعم بقى الكريمة.
تمام. احنا بس دلوقتي لو لقينا جزء كده ما فيهوش كريمة، انا جبت لكم كده الجزء بتاع التجليس ده بالتفصيل شوية عشان تبقوا عارفين بيتعمل ازاي. واقول لك برضو لو انتي معرفتيش تنعميها خالص ايه الحل. انا هنا مرضتش انعمها خالص عشان اوريكم، طبعا اي حد مبتدئ مش هيعرف ينعمها. طب ايه الحل؟ اهي شفتوا في الجنب كده كان فيه عيب. هاتي بقى فرشة سيليكون كده وابتدي اعملي خطوط عشوائية كده زي موج البحر كده. فحتى هي لو ما كانتش متساوية معاكي، الطريقة دي مش هتبين اي دفوهات خالص وهتداري الموضوع. عندك اللي هي السكرابر المشرشر ده كده، فيه شرشرة كده. اي شكل عندك، اي حاجة تقدري تعملي بيها، ممكن بالشوكة كده وتعملي شكل موج البحر. اي حاجة هتعرفي تمشي بيها حالك. تمام. كده احنا خلصناها، مسحنا كده اي حاجة متوسخة معانا. هنكتب بقى اسم اللي هو صاحب عيد الميلاد ده. كان عيد ميلاد ابني وكان من الشتا اللي فاتت، وانا مصورة الفيديو من زمان بس نسيت انزله. كتبت اسمه. وببتدي بقى الكريمة كده كان معايا بنفس بنفس الشكل اللي هو كتبت بيه الاسم. عملت بيه كده نقط من تحت حوالين داير كده كده، كان متبقي معايا كريمة. ده بقى ورق اسمه ورق كوشيه. بيطبع في مكاتب معينة عندهم الورق الكوشيه ده. بتطلعي الورقة الصورة يعني من على الانترنت بالشكل اللي انتي عايزاه، الشخصيات اللي ابنك او بنتك بيحبوها او العميل عايزها، وتطبعيها وتبتدي تقصيها وتلزقيها بقى في شاليموهات او في اللي هي الخلة كده، اي ستيك عندك كده لزقي فيه. وبتبتدي بقى توزعيها كده يعني زي ما انت شايفه. بصوا انا كنت هعمل من قدام اللي هي بنتين دي، لقيتها عاليه قوي هتداري عن الاسم. فالشكل كده بيطلع في دماغ الواحد وهو واقف يعمل. شوفوا بسيطه بجد، سهله. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش بقى اللايك والشير.